أصول التربية القديمة والحديثة والمفروض نتبعها مع كل الأطفال. ما تقولش لطفلك يلا قوم صلي وإلا هتروح النار، لا، قوله تعالى وصلي عشان نكون مع بعض في الجنة. ما تقولش لابنك رتب غرفتك اللي زي الخرابة، لا، قوله انت محتاج ان انا اساعدك في ان انت ترتب غرفتك عشان انت دايما بتحب النظافة والترتيب. ايه رأيك اساعدك؟ ايه رأيك اعمل لك الأوضة المرة دي وانت تعملها المرة الجاية؟ اسلوب هات وخد. ما تقولش لطفلك قوم ذاكر دروسك وسيب اللعبة، مذاكرة اهم، لا، هتقوله لو خلصت مذاكرتك بدري انا هلعب معاك لعبة اللي انت بتحبها، او ان انت ممكن مثلا توقفها معاك في المطبخ او ان انت تشاركها في نشاط هي بتحبه. هي دي الطريقة الصح. ما تقولش لطفلك نظف اسنانك، هو لا لازم انا اقول لك، لا، قول له انا مبسوط جدا جدا منك لانك دايما بتنظف اسنانك من غير ما اقولك، ودايما بتخلي بالك من سنانك، ودايما بتحافظ على ان ريحة فمك تبقى كويسة. فأسلوب التحفيز والتشجيع من أقوى أساليب التربية الممتازة، واللي بيكون ليها صدى ورد فعل جميل جدا وواضح ومرئي. ما تقولش لطفلك لا ترسم على الحائط، لا، قوله ارسم على الورق ولما تخلص هاخد منك الورقة دي وهعلقها على الحيطة أو التلاجة أو السبورة، بمعنى إن الرسمة اللي رسمها هو على الورقة هيتم تفخيمها بإن احنا نحطها على الحيطة. ما تقولش لطفلك ما تنامش على الجنب الشمال، لا، قوله الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ننام على الجنب الايمن لانه ده بمواصفات المؤمن التقي اللي ربنا بيحبه والرسول بيحبه. اذا نركز كويس في شوية الحاجات دي، اساسيات ضروريات في حياتنا لازم نعملها عشان يطلع ابننا طفل سوي، اسوياء، يكونوا رحماء بغيرهم ويكونوا برضو رحماء بينا. ما تقولش لطفلك ما تاكلش الشوكولاتة عشان اسنانك ما تسويتش، بس قوله انت تاكل شوكولاتة مرة في اليوم عشان انت شاطر ودايما بتنظم وتنظف اسنانك. اعلموا أيها الأصدقاء أن كل لفظ وفعل يصدر منك يؤثر في طفلك تأثيرا كبيرا، وأن طفلك ما هو إلا انعكاس لك ولا صورتك، فهو واجهة مشرفة دائما لك أمام الجميع. لما أنت بتبقى قاعد في مجتمع، طبعا لما بتتشرف بيه، ولما بيعمل حاجة أو بيحصل يعني مشكلة انت بتبقى في نص هدومك دي. لو تميتوا القراءة متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعيل زر الجرس في القناة عشان يوصلكم كل جديد منكم، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتحل بها العقد.